الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيدي يا رسول الله. يا مساء الرضا ومساء التفاؤل ومساء الفل ومساء كل حاجة حلوة على اخواتي ومتابعيني وحبايبي في الله، الناس المحترمة، الناس اللي بتسأل على اختهم وعلا، الناس اللي بتديني الطاقة الإيجابية، الناس اللي بتشجعني أفضل في القناة، الناس اللي هم تاج على الراس، الناس اللي زي العسل، من الناس العسل لسانها بينقط عسل، والناس السكر لسانها بينقط سكر. يا مساء الرضا عليكم. طبعا احنا امتى دلوقتي؟ احنا المغرب. كنت فين؟ كنت جايه اجيب شويه طلبات، وجت لامي فجاه كده هعمل عليها حته مقلب. صح الصح مقلب ايه؟ هقول لها بقى ابو محمد ضربني علقه وكسرني واجيب اللوم عليها. هي قالت لي ايه؟ عيشي يا بنتي وتجدعني والحياه بتعدي بحلوها وبمرها، بس هي اذا بحلوها وبمرها. وتعالوا نشوف خالتكم عبده هنعمل معاها ايه، ووريكم كمان هو جايب ايه شنطه من عند الطرشوبي عشان يثبت لها الدور قوي انني مكسوره. يلا بينا نسمي الله ونصلي على افضل رسول الله، وبعد لهم احمد يديلهم الخبر البيت اهو، ونخش نشوف الجماعه بيعملوا ايه. اليوم هيبقى ماشي ازاي؟ بصراحه متاخر بقى يا علا والله وياخدني كمان شويه لان انا هجيب شويه طلبات. فاستنيت المرنه طلعت من المدرسه وراحت دروسها، وبعد كده جت ايه اقضي وقت بسرعه بسرعه. انتوا عارفين بقى الايام دي كلها ايام بقى شغل ودراسه، وفي شويه ظروف كده حكماني من اللي جايه عند امي. ربنا يكرم يا رب، يهدي لي الحال ويهدي كل عاصي، ونرجع تاني للفيديوهات، وان شاء الله نجيلكم بطاقه ايجابيه ونجيلكم بكلام حلو وفيديوهات حلوه. واستنظروا اللي جاي شديد، بس اصبروا علينا شويه لغايه ما المحنه اللي احنا فيها تعدي، وبعد كده ان شاء الله والله العظيم هتبقى القناه بتاع حضرتكم عبده قناه تبقى جميله جدا والكل هيحب يتفرج عليها ويشترك فيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش عند خالتكم مع بعض. خدي يا احمد ريجي تعالى قول له اللي هنا. والله يا حزن علي تحلق شو حط يا وليه شوي فين مالك علي تحلق حوش جو فين فين والله ازيك يما؟ علا مكسورة اللي كسورة فين والله علا الحلوين فين والله بتهزري طب ما رناش عليهم انا عارفه انتوا كان عندكم ضيوف وعندكم ناس، هم قالوا من الصبح ان انتوا جاي لكم ناس وهتطبخوا. ماشي ما احنا طبخنا وهم خدوا واجبهم واعتمدوا على الله. ما انا بقى قلت خدت رناد وخدت يزن ورحت شاربين وجاي. اقعد ساكتين لسه نضفه الحته اقعد بجد والله. كلمت عمرو في التليفون قال لي العربيه عطلانه وقال لي انا مش موجود في البلد، روحي شوفي هتعملي ايه وطمنيني وانا هاجي لك. ماما مالك يا بيه؟ مالك يا بنتي يا علا؟ دراعي مكسوره. ايه اللي كسر؟ كنت عامله شكل مع مين؟ مع ابو محمد ليه؟ بسبب رناد. ليه يا بنتي؟ ما هي رناد وقال بقى لي كسرك يا بنتي، داعي للكسر دي؟ اللي هو فضل يعج في دراعي يعج في دراعي لما جاب لي فيه شرخ والدكتور جبسني. يا حزن. ليه يا بيه؟ بقى مشاكل في البيوت يا بقى. بنتي ياما في البيوت مشاكل، يعني انت ما الدخل قلتيش الكاش. تقولي لي ياما في البيوت مشاكل، ما قلتيش تقولي لي الكلام ده علشان انت بتهزري؟ السبب في الكارثه اللي انا فيها. ليه يا انت بنتي؟ السبب في اللي انا فيه. ليه؟ بس انت السبب. ليه؟ عشان أنا انا كسرك تقولي لي كده؟ ايه العيشه كده والدنيا كده واستحملي ومش عارف ايه ومشيت ورا كلامك لما دي كان اخرتها يا ست. ليه يا بنتي؟ ليه من غير ليه؟ يعني ايه السبب؟ يعني إيه البيوت ما فيها مشاكل، بس قال لي يعني كسرت كده ازاي؟ كلمه منك كلمه منه قعد يعج على دراعي بكتفي كده، دراعي وجعني، خدت بعض ورحت العياده قالوا لي ديت شرخ وتمزق ولازم ان ايديك تترد، ورحت رديتها وجيت بس يا عمي كده اما نشوف الهنا اللي احنا فيه ده كله. بس يا حبيبي الله يهديك. اسكت يابا. ده انا لسه بقول لها عيني تطلع على القناه تصوري مع عمك وهتطلع على القناه. ليه؟ كده بقول لك القناه كلها مشاكل وما تيجي تطلعي القناه وبل قعدتك عندهم. يا ست عادي. عادي يا بنتي. عادي ازاي يعني؟ مش ده اكل رزقك يا ست، هسيبك يعني في المحنه اللي ليه يا رب اسمه الكريم يا بنتي، ولا كانش كسر ذراع. يلا بقى اقول ايه يعني؟ اقول ايه؟ مش قادره اقول حاجه يا بنتي. قاعدين كل ما يتكلموا يقولوا الله يكون في عون جوز، الله يكون في عون جوز، اهو كسرني وجيت قعدت عندهم. الله يكون في عون جوزها، يعني جوزها عامل ايه يا بنتي؟ الله يكون يا عيني شديده وصعبه، والله يكون في عون جوزي بقى على الشديه اللي انا فيها. يا بنتي ما تدقوش على كلام الناس، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر.
كل الناس بتتكلم بالحلو وبالوحش، محدش عالم بالبيوت فيها ايه. ايه يا رناد بتخلي ابوك يضرب امك ليه يا رناد؟ ها؟ وانا جات بقى يما اخد علاجي واقعد عندك لما ارتاح يومين ثلاثه. انا عارفه ان انت وحدانيه، ومين اللي هيجي يعمل لي مصالح ولادي؟ طبعا ما حدش هيجي يعمل مصالح. لو ليا اخت كنت هقول لك هتيجي هتشقر عليا، عندي هدمه، عندي حاجه هتتعمل، هتسند عليا. فانا جيت اقعد عندك لغايه بقى ما اوضع لها حل ونشوف ايه اللي هيتم. انت لسه مروحه يا بنتي، ما سخنتش مطرح. هنعمل ايه بقى؟ نصيب. اعمل ايه يعني؟ حد ليه انا نصيب قلت لك وحد؟ قعدت الخزانه ولا جوزت الندامي، ما بتعبرنيش، ما عبرتنيش. يلا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ حياتنا ونصيبنا كده بقى، نستحملها بحلوها بمرها عشان خاطر ولادي. وهقول ايه بس يا ما شمت الناس فيا؟ الله ولا شماتها يا يا بنت. ما ناس نفسها تشمت فيا باي طريقه. الله ولا عشان شماتها يا هم بنت. يشمتوا فيا. الله ولا شماتها لازم يا ابقى حبيبتي. قويه ياما الله ولا وابقى جامده شماتها كده، يا حتى بنت. لو من جوايا ضعيفه لازم برضو اوري اللي قدام مني ان انا جامده، واوري اللي قدام مني ان لسه واقفه صلبه ولسه بطولي. يا برضو بنتي اللي مهما يشمت كان. يشمت يا حبيبتي، ما حدش له في نفسه حاجه. والله يا بنتي ما حد له في نفسه حاجه، ولا حد نفسه يخرب على نفسه، ولا حد بنفسه يعني يتعب نفسه. لو الحظ بالشرى كانت الناس اشترت حظوظ كتير، بس الحظ ما بالشراش. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله، الحمد لله يا بنتي. قدر الولاد. هنعمل ايه بقى يا ما نصيبنا؟ اللي بيقول لك ايه، اللي نصيبك هيصيبك. كده كده ده نصيب ودي مكتوب ليا، ولازم كنت هشوف. النهارده هشوف وبكره هشوف، وانا راضيه باللي ربنا كاتبهولي. والحمد لله طالبه الجزاء في الاخره، والله ما طالباه في الدنيا. لان طبعا بس يعني يم كده يضرب لما بدل يكسرك. الكارثه كارثتين، يا نوقع الاكل على البوتاجاز والله. على الارض، والله العظيم. يعني جايه ارد على الابله علا بتقول لك ايه مالهاش اخوان، وانت كنت قصدتني فانا ما كنتش يعني جيت. انت هتسيبي بيتك وتسيبي اللي جوزك فيه وهتيجي لي كل يوم؟ لا مش كده، مش هجيلك كل يوم، هجيلك حتى على القليله يوم ويوم لغايه ما تشوفي انت هتعملي ايه. انت فيكوا اللي مكفيكوا وزايدين عن العين والله شوية. بقى ربنا يهون علينا وعلى الناس. يلا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ الحمد لله قدر ومكتوب. الحمد لله يا بنتي. واللي على الحمد الجبين لله. لازم تشوفوا العين. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. الحمد ربنا لله. قدر ولطف. الحمد الحمد لله اللي هي جت على قد كده. الحمد لله اللي هي جت على قد كده. انت مالك ياما زعلانه ليه؟ ولا زعلانه يا بنت ولا فرحانه. اعمل ايه يا بنت؟ امر ربنا بقى ونفذ علينا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ امر ربنا ونفذ علينا يا حبيبه قلبي. ما هو انت السبب يا اختي. اعمل ايه يعني؟ قعدتي تقولي لي ايه الامر بيد الله، وقعدتي على اعتابي وقعدتي عند احبابي ومحدش بيستحمل حد، وعيالك ومع عيالك وقمت على كنا كلنا ما كده أنا زمان يا أساساً بنتي، كنا غلطانة كلنا إن أنا زمان. مش بس ما هتغلط. جاتش، بس ما كنتش عارفه يا بنتي اللي هو هيكسر ايدك. انا عارفه، انا ما اعرفش، انا سامعاه. انت بتتكلمي الوقت من جنب واحد، وانا ما اعرفش احكم الا لما اسمع من الطرفين. ربنا خلقني اسمع من الطرفين. ما يمكن انت بتقولي كلام وهو بيقول كلام، اما اخواتك يجوا نقعد ونشوف انت قلت هو عمل ضربك ليه او كسرك ليه، ها؟ او كسرك ليه يمه. فهمتي؟ انا ما اعرفش. يعني هو داعي يمسكك يدقك لما يكسر ايديك لا يا بنتي. الواحد اما كنت زعلان من مراته او كده يبعتها لدار اهله، ما يمدش ايده عليه. دي اللي انا اعرفه. الواحد ما يهينش نفسه، ولا الواحده تهين نفسها، ما يمدش ايده على مراته، لان ما عادش حد بالضرب. في الزمن اللي احنا فيه الايام ده اهي ما عادش حد بالضرب. الواحده غلطانه لها اهل بترد عليه، لها اهل بترد عليه. افرضي هي بدك هبدا ام مطلع روح، هنقضي مش هنقضي. وانا ما ببقاش اقف قبال منه لما لغايه ما يعجرني العجر ده كله ويكسر دراعي او يهبدني هبدي طب يا بنتي لما انت مكسوره ما بعتليش ليه يا بنتي؟ كنت جيت انت مش مكلماني الصبح وبتسالي عليا قلت لك بسأل عليك الصبح قلت لي انا كويسه قلت لي جاي والجو ضيوف. بيشتي وعايزه اصبن يما ومش عارفه. قلت لك يا بنت خليكي لما لاخر النهار وصبني واصبحي الصبح خد النهار من اول. وغير كده كمان انت مش قلت جاي لك ضيوف يما؟ والله كان عندنا ضيوف يا بنتي، والله على ما خلصت طبيخه اهوت. خش كده شوفوا المطبخ والله مليان حلو. يلا هنعمل ايه يما؟ هنعمل ايه؟ نصيبنا وقضائنا وقدرنا، والحمد لله. وانا راضيه بقى باللي ربنا كاتبهولي، والحمد لله. وحاجه بسيطه يما، ياه
ياما ناس كتير اتضربت واتبهدلت، وياما ناس كتير شافت يعني تلمها. ودي بقى دي حياتي ياما ودي نصيبي. واقول لك على حاجه ياما، اقول لك على حاجه بس ما تزعليش، والله العظيم ما انت زعلانه. وطب وان زعلتي؟ وان زعلتي وبنتي دماغها فرحتها ليه؟ ايه اللي هيجيلي؟ انا مش عايزاكي تزعلي بس من اي حاجه او من اي رد فعل او الخبر اللي هقوله لك، مش عايزاكي تزعلي منه. يعني لسه خبر اكتر من القصر؟ ما ده لسه في كتير، ده لسه ياما جاي. بقول لك ياما في الجراب يا حاول، ده لسه في حاجات كتير جايه. ايه اللي جاي يا اختي لسه؟ ده الجاي اللي جاي شديد. انا هتطلقي؟ هتطلق والله بقى. مالش الطلاق بعيد ده يعني. عيب ولا شوفي حرام؟ لا عيب ولا حرام. هيتبقى هيقتلك. لا ياما هيتبقي وقولي هيني هيقتلك. هبدا يقوم موتك. انا مش مستغنيه عني. ما هقولكش انا هضحي، لا مش مضحيه. ما هيبقاش حد عندي اعز من عيالي ولا حد عندي اعز من بنتي. شوفي العلاج ده اهو همشي عليه. فهمتي؟ مفيش حد عندي اعز من عيالي. والجواز والطلاق يا بنت بتاع ربنا، واللي ربنا كتبه يوم ما احنا هنشوف، وحطها قاطعه في عقلي وفي دماغي. اللي بيتكتب على الجبين لازم تشوفوا العين. ها؟ انا اقعد ليه يا اختي لما يهبدني وكسرني وموتني ليه؟ طب الحمد لله ان انت كسرت النبات. النبات الجاي لا تموتي، لا هنشوف لها حل. دي هنشوف لها حل. والحمد لله. انا بقول لك انت ما بعتليش ليه؟ يمكن كلمه منه كلمه منه دي كبر الموضوع اكتر من كده. والحمد لله اللي اخواتك انت جاتهم واخواتك ما هماش هنا. من كلمت عمرو خلت عربيته عطلانه ما هوش موجود. يا اختي ربنا يعينه ونقويه. ربنا اقول على العربيات وسنين العربيات يبيعوه. يبيعوا العربيات يا ستي، يبيعوه. ما جالناش الا الهم والغم وتعب القلب من العربيات. شفنا ايه من العربيات يا اختي؟ ما شفناش الا الهم والغم. التذكره بتاع العياده اهي، بتاع المستشفى اهيت. ايوه خد العلاج. يعني انت كشف اشعه في المستشفى؟ الدكتور اعطاني حقنه هناك عشان خاطر التورمات والقلب. والله العظيم بتاع تذكره من المستشفى. ماشي. اهي والعلاج ده اهو همشي عليه اسبوعين وهروح ايه عشان اشوف دراعي. يعني هتروحي ولا هتقعدي؟ لا انا قاعده معاك. هروح فين بقى؟ يعني انت قاعده معايا؟ بس البنت ده ما جبناش حاجه المدرسه بتاعتها. يا ستي نجيب حاجتها المدرسه ونقعد اسبوع اللي هيجرى يعني. احنا متعودين دايما. الحمد لله على بجوب ربنا. يلا يما الحمد لله وقدر ومكتوب. يما الحمد لله والحمد لله ان انت عايشه. الواحد يجي يقعد على حسك ويقعد كده في حنانك وفي طيبتك وفي الدفى بتاعك. ربنا يخلي اخواتك يما وما تتحرميش منهم ابدا. ولا انت يما. وخلي الناس الحنينه يا رب، والاخوات الحنينه ربنا يخليك. اللهم. واخواتك ما هماش وحشين ولا ناس من اخواتك والله وحشين. العظيم اخواتي ربنا يبارك لي فيهم ويبارك في نسوينهم وفي ولادهم. اللهم امين يما، اللهم امين. انت عارفه يا يما انا مش مكسور. قومي يا بقى يا شيخه وجعت قلب. قومي انا كنت عامله كده. قومي يا اختي وجعت قلبي. اضربي يا بنتي، اضربي يا بنتي. يا لا والله العظيم في حيلة كتير بقى. انا بنلك تقومي تغسلي. والله العظيم انت وجعت والله قلبي. ما صورناش معاهم على والله لا انا جت من المطبخ والله يا بنتي قمت قاعده القعده ده اهي. ما كنتش عارفه انا هتكلم واقول ايه. والله العظيم انا قلت لازم اعمل فيك المقلب دوت واخليكي انا يا بنتي ما عدتش قد المقالب والله يا بنتي. انا قلبي انت عارفه انت تتكلمي وانا قلبي بينعي. قلبي بينعي على الناس وعليك. وبحط نفسك وبحط نفسي يعني بحط مطرحك كده مطرح برضك الامهات اللي بيبقوا برضك مضروبين ومكسورين او متعورين. يعني بتبقى حاجه توجع القلب. شوفوا حطوا بقى لايكات كتير عشان خليكم معبده قلبها وجعاني. والله تعالوا خشوا شوفوا معايا الحلل كده. والله لازم تيجوا تشوفوا. وشوف البتاع. انا خليك تشطب الحلل ده اهي. احنا ما صورناهاش وما عملناش في الطبخ فيديو، بس انا بلكي بقى وانا بوجع قلبي عليكي تغسلي الوعي ده كله. الوعي على الارض ده مش عيني يا ام عبد. ايوه والله العظيم ده اكتر من الوعي والوعي والوعي. وانت عارفه وانا انا تحت رجلك انت دوست على البتاع. على ايه؟ اهو كمان. الله يصلح حالك. الله يصلح يلا بقى يا حبايب قلبي ايه رايكم بالفيديو الجديد دوت؟ وفيديوهات كتير مع خالكم مع عبد وخسر كتير، بس عايزين نديها ايه تشجيعه كده عشان ما تقومش مفيصه. اوعي يا امي اوعي. انا والله قلبي بيوجعني والله يا ستي ما عدت مستحمله. خليكي قويه وخليكي 100 100 قويه طبعا. يلا يا بربنا. حبايب قلبي والله العظيم انا قويه بربنا وبيكم. شوفوا مسبكها لها حلوه قوي وايه ولفه اللفه صح وربطها كمان. ربنا انت حفظتيني. يلا حبايب قلبي كل جعزه وام عبد بخير. والله حصل